فشارك والنسكافيه بتاعك جاهز يا معلم علشان عندنا طلعة. فيلمنا بيبدأ مع ميلا ممرضة شغالة في مستشفى، وبتكون مسؤولة عن طفلة صغيرة مريضة، وهي ماشية في طرقة المستشفى بتقع منها العروسة اللعبة بتاعتها، فبتجيبها لها هنا ممرضة، ولكن بتلاحظ إن الطفلة تعبها بيزيد، فبتدخلها هنا لسريرها علشان تعلق لها محاليل يمكن صحتها تتحسن شوية. وبعد ما بتخلص ميلا شغلها بتبدل مع أندا زميلتها، وقبل ما بتمشي ميلا بتبلغ الطفلة إن هي هتشوفها بكرة وهتاخد بالها منها. وبتروح هنا ميلا وبتبلغ أندا وبتوصيها على الطفلة، وبتقول لها إن ضعفها وتعبها بيزيدوا، وفجأة بيشوفوا قدامهم طائر معين، وده علامة إن في حد هيموت قريب في المستشفى. وبعد ما بتروح ميلا عشان تغير هدومها بتتفاجئ إن الممرضات بيجروا في المستشفى بسرعة، فبتروح ميلا وراهم علشان تشوف إيه اللي بيحصل. ولما بتروح بتلاقيهم بيغطوا وش الطفلة لأنها ماتت، وبتتضايق ميلا جدا لأنها مقدرتش تساعدها أو تنقذها من الموت. وقبل ما تخرج ميلا من المستشفى بتقابل الرئيسة بتاعتها وبتأمرها إنها تروح لمريضة معينة علشان محتاجة مساعدة فورية، وبتقول لها إن مفيش ممرضة تانية هتقدر تروح لأن المريضة طلبها هي بالاسم، ولأنها كمان تعرفها قبل كده، وإنها هتروح تغير لها المحاليل بتاعتها وهتديها حقنة وبس. وبتسلمها شنطة فيها الحقنة والمحاليل وورقة فيها عنوان المريضة. بتروح هنا تركب عربيتها وبتتحرك على المكان، وبتفضل هنا سايقة عربيتها مدة طويلة لدرجة إن الليل بيليل عليها، لحد ما بتوصل هنا لبيتها وهو بيكون بعيد جدا عن المدينة وفي حتة مقطوعة. وبتروح وبتفتح الباب لأن ما كانش في حد يفتح لها، وبترجع تاني لعربيتها علشان توصل لحد البيت. وبتوصل فعلا لباب البيت وبتنزل من العربية ومعاها الشنطة بتاعتها، فبيفتح لها واحد اسمه راديت وبتبلغه إن هي الممرضة اللي جاية تعالج المريضة اللي موجودة. فبيتأسف لها هنا راديت وبيبلغها إن والدته توفت من لحظات، وبيتأسف لها إن هي قطعت كل المسافة دي. فبتستأذنه هنا عشان تتحرك بعربيتها وتروح لبيتها، ولكن فجأة العربية بتاعتها بتعطل، وبيجي هنا راديت وبيساعدها وبيصلح لها عربيتها. وقبل ما بتمشي بيستأذنها راديت إن هي تساعده في حاجة جوه بيته، وبيطلعوا هما الاتنين لجثة المتوفية. وبيستأذنها راديت لو ممكن هي تغسل جثة والدته لأنه مش ابنها وما ينفعش هو يغسلها، وإن العيلة هيجوا الساعة 6 الصبح ولازم الجنازة تكون جاهزة، وهو كمان ما كانش عايز يسيبها فترة طويلة من غير ما تتغسل. وبيسلمها هنا الكفن اللي هتتلف فيه بعد الغسل، وإن هي اللي طلبت بعد وفاتها إن يتلف جسمها كله في الكفن. وبتبدأ هنا ميلا فعلا بتنفيذ طلب راديت، وبعد ما بتخلص بتلف المتوفية بالكفن بتاعها في الصالة، وبتحط قطن في مناخيرها وبتربط الكفن من فوق راسها كويس. ولما بتنزل هنا ميلا بتلاقي راديت بيتكلم مع حد في التليفون وبيبلغه إن هو جاي حالا، وبيستأذن من ميلا إن هي تفضل في البيت شوية كمان لحد ما يروح يخلص إجراءات ورق الدفن بتاع مامته، وكمان لأن نوفي بنته الصغيرة ما ينفعش تقعد لوحدها في البيت. وطبعا علشان ميلا طيبة فوافقت، وفعلا بتقبل هنا ميلا إنها تخلي بالها من نوفي لحد ما راديت يرجع من مشواره. وبتبقى قاعدة لوحدها في البيت هي ونوفي والجثة، وبتتمشى ميلا في البيت علشان تسلي وقتها، وبتتفرج على صور العيلة، وبتلاقي إن المريضة اللي ماتت كانت كل صورها باللبس الأحمر وكأنها متصوراهم كلهم في يوم واحد، وبيكون معاها شخص تاني وغالبا بيكون جوزها. ولما بتروح هنا ميلا ناحية الجثة بتلاقي إن في قطنة وقعت فبترجعها مكانها. ولما بتروح هنا المطبخ علشان تغسل ايدها بتسمع صوت خبط جاي من بره، ولما هنا بتمشي ورا مصدر الصوت بتلاقي ان الصوت جاي من تاني دور وتحديدا ناحية اوضة نوفي. وبتوصل هنا ميلا فعلا ناحية اوضة نوفي علشان تشوف هي كانت ليه بتخبط كده، ولكن لما بتروح ما بتلاقيش اي حد في الاوضة. ولكن فجأة بتظهر نوفي وراها وهي واقفة على باب الاوضة، وبتلاحظ هنا ميلا ان نوفي مركبة جهاز في رجلها لان عندها مشكلة في رجلها وما بتقدرش تمشي، وده كان سبب الصوت اللي هي بتسمعه. وبعد ما هنا ميلا بتسلم عليها وبتدخلها اوضتها بتحس ميلا ان في حد معاها في البيت، وبتلاقي الجراموفون بيشتغل لوحده، وبتلاقي ان الرابطه اللي فوق الجثه مفكوكه، وبتلاقي ان القطنه واقعه برضه من مناخيرها وكأن الجثه كانت بتتنفس. وبتفضل جنب الجثه وبتربط الشريطه كويس فوق راسها وبترجع القطن تاني مكانها. وبعد ما بتخلص بتسمع صوت نوفي فوق وهي بتصرخ، فبتجري عليها وبتدخل اوضتها وبتلاقيها مستخبيه تحت السرير وكانت مرعوبة جدا وبتعيط. بتحاول ميلا تطلعها لكن البنت بتشاور على الدولاب، ولما بتروح ميلا هنا علشان تفتح الدولاب ما بتلاقيش حاجة. وبتحاول هنا ميلا انها تهدي نوفي وبتخليها تنام في سريرها وبتنام جنبها. وبعد ما بتصحى بتنزل هنا من تاني علشان تشرب، ولكن بيبان ان في حد وراها بس هي ما بتاخدش بالها. وفجأة بتحس بحركة غريبة على السلم وبتتخيل ان في حد ورا الستارة، وبتقرب هنا علشان خاطر تشيل الستارة لكنها مش بتلاقي حاجة. ولكن أول لما بترجع تاني على السلم بتظهر قدامها جثة شكلها مخيف واقفة وراها، ولكن ميلا برضه ما بتاخدش بالها منها. وأول لما بتطلع الدور التاني بيجري عليها فجأة شخص وبيخبطها
وبتقوم فجأة ميلا مفزوعة من النوم وهي بتكون نايمة في أوضة نوفي، ولكن لما بتبص ما بتلاقيش نوفي نايمة جنبها. فبتقوم هنا ميلا وتدور على نوفي وبتشوفها فعلا وبتاخد بالها منها وهي بتجري على السلم. فبتستغرب هنا ميلا ان ازاي نوفي بتجري كده قدامها، ولما بتنزل وراها بتلاقي باب البيت مفتوح، وبتخرج هنا ميلا تدور عليها برا البيت. فبتلاقيها هنا فجأة واقفة على سور عالي في الدور التاني وهتنتحر، وبتجري هنا ميلا عليها بسرعة علشان تنقذها وبتشيلها وبتدخلها جوه البيت. وبتروح هنا ميلا ترد على التليفون اللي بيرن، وبيكون رضيت هو اللي بيتصل وبيبلغ ميلا ان هو ممكن يتأخر شوية، وبيبلغها ان هي ممكن تسيب البيت وتمشي، وبيقول لها كمان ان مش مشكلة تسيب نوفي قاعدة لوحدها في البيت وهي متعودة على كده. فبتستغرب ميلا من كلامه هو ازاي قال لها كده، وازاي قال لها ان هي ممكن تسيب نوفي لوحدها في البيت، وهو اصلا في الاول قال لها ان هي ما ينفعش تقعد لوحدها. وبترفض هنا ميلا ان هي تسيب الطفل قاعدة لوحدها في البيت الغريب ده، وبتفضل قاعدة معاها، وبتخش المطبخ علشان تعمل لها حاجة تشربها. وبتستفسر هنا منها ميلا هي ازاي طلعت الدور التاني بسهولة وهي كانت لسه شايفاها في الجنينة اللي بره البيت. ولكن نوفي ما بتقولش اي حاجة، وبيسمعوا هنا هما الاتنين صوت خبط جاي من بره. وبتروح هنا ميلا علشان خاطر تفتح باب البيت، ولكن فجأة نوفي بتمسك ايديها وبتمنعها، وفجأة بيجيلها أزمة التنفس اللي بتحصل لها. وبتجري هنا ميلا علشان تطلع لأوضة نوفي علشان تجيب لها البخاخة بتاعتها، ولكن لما بتبص في المراية بتلاقي إن في جثة وراها، وأول ما بتبص ما بتلاقيش حاجة، وأول ما بتتحرك من مكانها بتلاقي الجثة واقفة في وشها. فبتفضل هنا ميلا تصرخ من الرعب وبتجري على باب الأوضة، فالباب بيتقفل لوحده وما بتعرفش إن هي تخرج من الأوضة، لحد ما فجأة الباب بيتفتح لوحده والجثة بتختفي. وبتجري هنا على نوفي علشان تطمن عليها، ولكن ما بتلاقيش الجثة على الأرض. فبتاخد هنا نوفي وبيجروا على العربية، وبتحاول هنا تدور العربية بتاعتها لكنها مش بتدور، وبتظهر فجأة هنا قدامها الجثة وبتختفي مرة تانية. ولما بتبص هنا ميلا ما بتلاقيش نوفي جنبها، وبتبقى الطفلة متعلقة في الهواء قدام العربية وبتتسحب لجوه البيت. وبتضطر هنا ميلا ان هي تدخل جوه البيت من تاني علشان تلاقي نوفي، وبتطلع على اوضه جده نوفي اللي المفروض متوفاه، وفجاه النور بيتقطع عليها وبتترمي عليها الجثه من السقف. فبتطلع هنا ميلا جاريه على اوضه نوفي علشان تدور عليها وتلاقيها، وفعلا بتلاقي نوفي، بس للاسف بتكون في روح لابساها ويبان على وشها الرعب، وبيكون شكلها مخيف جدا. وبتتكلم هنا مع ميلا وبتقول لها ان هي ساكنه في البيت ده بتدور على روح علشان تتغذى عليها، وبتهجم نوفي على ميلا علشان تقتلها. وبتقدر هنا نوفي انها تتحكم في جسم ميلا وبتوقعها على الارض، واول ما ميلا بتقدر تسيطر على جسمها من تاني بتخرج بره الاوضه وبتقفل الباب، لحد ما بتلاقي ان نوفي هديت وسكتت. وبتدخل هنا تدور عليها يمكن تكون رجعت من تاني. ولما بتخش هنا ميلا بتلاقي الاوضه فاضيه، وبتخش وبتلاقي الدولاب مفتوح، ولما بتروح تدور عليها بتلاقي الجثه واقفه جنبها بشكل مخيف ومرعب. فبتصرخ هنا ميلا وبتنزل جري على باب البيت، لكنها بتتكعبل وبتقع على الارض. ولما بتبص هنا ميلا قدامها بتلاقي الجثه واقفه وبتبص عليها، وفجاه بتختفي من مكانها، وبيكون معاها كشاف وبتفضل تدور على نوفي. وبتحاول هنا ان هي تخرج من البيت لكن بتلاقي الباب مقفول ومش عارفه تخرج، وبتفضل تدور على مكان للخروج لحد لما بتلاقي فجاه باب بيتفتح وراها، وبتخش جوه وبتلاقي فيه صندوق، ولما بتفتحه بتلاقي صور ليها كتير وما بتفهمش اشمعنى هي. وفجأة بتلاقي رضيت واقف قدامها ونوفي واقفة على باب الخروج، وبتفهم هنا ميلا انها ضحية ليهم وانهم كانوا قاصدين يجيبوها البيت ده. وبيقول لها هنا رضيت ان سولا مراته قدرت ان هي تلاقي له جسم شاب علشان يقدر يتنقل فيه ويعيش للأبد في جسم رضيت، وبعد لما جسم رضيت بيعجز هيتنقل لجسم جديد، وده نفس اللي عايز يعمله في جسم مراته سولا، ان هو عايز ينقل روحها في جسم ميلا، وانهم هيفضلوا يعملوا كده وينقلوا ارواحهم لاجسام شابة جديدة علشان يقضوا على فكرة الموت. ولكن هنا ميلا بترفض ان هي تستسلم للموت، وبتهرب للمخزن اللي في سطح البيت وبتحاول تدور على مكان علشان تهرب منه، فما بتلاقيش قدامها غير شباك واحد مقفول بإزاز. فبتقرر ميلا ان هي تجري وتنط من الشباك، وبتنزل وبتقع في الجنينة، وبيكون رضيت بيبص عليها من الشباك وبيكون فاكرها ماتت ولكنها بتتحرك قدامه. وبتقف من تاني وبتجري على بوابة البيت علشان تهرب منها، ولكنها ما بتلحقش تبعد وبيظهر رضيت وبيضربها على راسها. وبتتنقل هنا ميلا للبيت وبتبقى متكفنة بنفس طريقة سولا الميتة، وبيكونوا محطوطين جنب بعض علشان رضيت يعمل عليهم طقوس نقل أرواح، وبتتم فعلا الطقوس بنجاح، وبتتنقل روح سولا لجسم ميلا الجديد، وبيروحوا هنا يدفنوا جسم سولا القديم. وبيجي تاني يوم وبتظهر صورة عائلية لعيلة رضيت، وبتبقى هنا نوفي مش عاجبها جسم الطفلة وعايزة تغيره، وبتقول لهم ان هي عايزة جسم شخص بالغ كبير زيهم. وبتقول لها هنا ميلا ان في ممرضة جديدة جاية لهم دلوقتي وهينقلوا روحها لجسمها. وبتبقى الممرضة أندا وصلت البيت علشان تسأل على ميلا لأنها مختفية من امبارح،
وبتفرح نوفي لما بتشوفها لأنها بتلاقي الجسم الجديد اللي هتخش فيه، وبتستمر هنا عيلة راديت إنها تعيش مدى الحياة بسبب نقل الأرواح اللي هما بيعملوه. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. متنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل أفلامنا الجديدة. يلا أشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.